اركن الاتوبيس. كلمة بتسمعها كتير بس مالوش عليها في التحليل. في سبتمبر 2004 بعد تعادل تشيلسي مع توتنهام 0-0 مورينهو قال زي ما بنقول عندنا كده في البرتغال هم جابوا الاتوبيس وسابوه قدام الجول. ساعتها الناس ضحكت على التصريح، بس بعدها بقى تكتيك معروف خصوصا بعد ماتش انتر ميلان وبرشلونة سنة 2010. وساعتها مورينهو علق على التصريح وقال احنا ركننا الطيارة مش الاتوبيس. الخطة دي بقى مورينهو ما اخترعهاش، هو استوحاها من يوهان كرويف اللي كان بيقول المدافع الافضل هو اللي بيدافع في مساحة اصغر. ازاي بقى بنركن الاتوبيس؟ عادي بقى بنجيب مارشدير وبنرجع لورا عادي. اول حاجه بنضيق مساحه المدافعين، الفريق كله بيرجع ورا ككتله واحده علشان يدافعوا في مساحه اصغر ويبقى صعب على الفريق الثاني انه يخترق من العمق فيضطر يلعب على الاطراف. تاني حاجه نبقى كتله واحده، وعلشان التكتيك ده ينجح غالبا بتتلعب بطريقه 4-4-2 او 4-2-3-1. غالبا اللعيبه بيكونوا مترصصين صفين ومضغوطين طول وعرض. ثالث حاجه بنمنع التمريرات العموديه اللي منها تمريرات كسر الخطوط او الثرو باس. رابع حاجه ما بنضغطش خالص، بنقف ورا راكنين الاتوبيس ولعيبه الفريق الثاني هي اللي بتجلد. خامس حاجه بنرجع الجناحات والباك اليمين والباك الشمال بيلعبوا قلوب دفاع. سادس حاجه بنضحي بالاستحواذ، مش عايزين الكره اصلا، احنا اهم حاجه عندنا عايزين نملى المساحه. سابع حاجه الكونتر اتاك او الهجمات المرتده، هي دي تركيزنا كله في الهجوم. لو ما شفتش مورينيو في عزه ممكن تتفرج على كابتن علاء عبد العال دلوقتي مع غزل المحله اللي اتعادل 10 ماتشات 0-0. هارد لك ايه؟ هي دي كوره، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، وفاول مش فاول، والدقيقه 51 وبيلعب ولينا ضربتين جزاء. في ايه؟ ايه هي مميزات ركنه الاتوبيس؟ واحد بيمنع الفريق الثاني من التسجيل، تاني حاجه بيحافظ على النتيجه او التعادل، تالت حاجه فعال جدا مع الفريق الاجمد منه. نيجي بقى لسلبياته، بيتوصف انه تكتيك ممل او سلبي، وهي دي الاجلي فوتبول، وبيقلل فرص فريقك في الهجوم والتسجيل، وبيحتاج لعيبه مركزه جدا طوال ال 90 دقيقه انها ما تسيبش اماكنها في الملعب. وعلى راي المثل الشعبي للاعب الاسطوره اركن الاتوبيس وما تخليش حد يهيس.